أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم. مرحبا أهلا وسهلا إلى ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. المباراة ال17 في الدوري للريال وكذلك لنادي فالنسيا. 8 نقاط فارق بين الريال وبرشلونة رائد الترتيب فالنسيا في وضعية لا يحسد لها في حضور جماهير غفير كالمعتاد في مباريات الريال الذي تذبذبت نتائجه وأداؤه بعد المونديال، خاصة بعد خسارته امام فياريال وتعثر امام ريال سوسيداد في الجوله الاخيره هنا في ملعب سانتياغو برنابيو، وهو على موعد مع مباريات اخرى صعبه ومهمه. بنزيما العرضيه باليسرى بروعه من امام الدياع. بنزيما خطيره جول. اسينسيو للمبوكي والتغطيه من كامافينجا خلاها ربع ساعه لعب لحد الان. التعادل السهم الثاني بعيد الراسيه جول. روديجر جول يهز شباك الحارس مامارداشفيلي بشق الانفس في الدقيقه 48. ريال مدريد لم يقدر لا بنزيما ولا فينيسيوس ولا اسينسيو ولا لوكا، جاءهم انطونيو روديجر وسجل الكره بالراس. هل كان فيه دفع وخطا من انطونيو روديجر؟ هاي الاعاده هنا، هاي الاعاده يصدى المدافع جابنا. وينو ميليتاو التوزيع عدى. ثم كأس العالم للأندية مضطر يسافر مباشرة بعد أن يلعب مباراته مرة ثانية على الجهة اليمنى. اسينسيو كريم الذي يتمكن من صد هذه الكرة الأرضية، عندوش خيارات أخرى، زاوية مغلقة. مافينجا يلعب مع لوكا واسينسيو. اسينسيو الصاروخ يا ماركو يا اسينسيو بيسرى وكان مضربها بيده، حطها في الزاويه اليمنى لمامارداشفيلي. جول والاروع من ماركو اسينسيو، يسجل ثاني هدف هذا الموسم. يس جول يا اسينسيو، جول. يا لها من متعه ويا لها من روعه، يا لها من دقه ويا لها من براعه، يا له من جول يا الميدا. اسينسيو ناتشو جونيور جول. جونيور يتحول الى سينيور ويسجل الجول الثاني للريال. هدفان في ظرف دقيقتين، الريال ينفجر وفالنسيا يتبعثر. هدفان لصفر. هرب فينيسيو جونيور مرة ثانية، دخل منطقة العمليات وحطها على